عقد رئيس مجلس الولايات جوزيف بولشان بمكتبه أمس الثلاثاء اجتماعا مع وفد مجتمعي نونغلوالياك ومجتمع دونجول بولاية أعالي النيل الوسطى. وناقش الاجتماع سبل إجراء حوارات مع مجتمعات أعالي النيل الكبرى إلى جانب دور المجتمعين في عملية السلام والحوار الوطني التي ينتظم البلاد. هذا وأشاد رئيس المجلس بمبادرة المجتمعين داعيا إياهم للعمل من أجل السلام والمصالحة. وفي تصريح للSSBC أكدت ميري أيان رئيسة لجنة النوع والسلام والمصالحة بمجلس الولايات إلى أن المجلس يدعم بشدة الحوارات السلمية بين المجتمعات تعزيزا للسلام الاجتماعي والاستقرار. ومن جانبه أكد جواي دينغ رئيس الوفد دعمهم لمبادرة الحوار الوطني، مؤكدا جاهزيتهم للقيام بحوارات محلية بين مجتمعات أعالي النيل حتى يتحقق السلام والوئام بين المجتمعات. The Committee of Gender and Peace and Reconciliation, we are in support for this national initiative because we believe that peace are really very powerful when they came from the communities themselves. So I think this will be one of the initiatives that the Council of the State will really support. The Speaker has acknowledged the members of the two communities for these ideas of coming up to support the government and to rally also behind the National Steering Committee so that we see that peace is realized in our country in South Sudan. نحن الليلة في مجلس ولايات جنوب السودان كان في اجتماع من أبناء نونغلوالياك اللي هو الولايات نطرح له فكرة أو رغبتنا كمجتمعين إنه نتحاور مع جيراننا أبناء ولاية أعلى النيل الكبرى اللي نحن بتجاورنا. نحن عايزين نحاور مجتمع تشالا في أعلى النيل الكبرى، عايزين نحاول مجتمع جاجوك في الناصر وولان ديل مجاوريننا، عايزين نحاور مجتمع لو في ولاية بيئة، أيضا مجتمع فانجاك في ولاية فانجاك غاوير ولاك. عايزين نصل لسلام حقيقي بين هذه المجتمعات المتجاورة اللي كانت في الماضي أصلا.